السلام عليكم الغزالات ديالي، كديري لبس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي اتمم الصحه والعافيه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده من شهوات خديجه الدكاليه. اليوم الغزالات ديالي اقتراحي لكم كيف كتشوفوا معايا حليوه كلاصي اولا حليوه لاكريم اللي كتجي غزاله بزاف، كتجي رائعه. حليوه اللي غادي يحمقوا عليها الضيوف ديالك او وليداتك، شي حاجه اكثر من رائعه. كتجي كلاصي وكتجي رائعه في المذاق ديالها. غنوريكم القوام ديالها، شوفوا معايا القوام ديالها، كتجي زوينه بزاف والمذاق ديالها كيجي خيالي. هذه الحليوه اللي غادي نقدم معكم اليوم بمكونات سهله، تقدري توجديها في دقائق وجيزه. خليكم على المكونات والطريقه ديال التحضير. غناخذ واحد الاناء اللي غنضيف فيه 2 بيضات، وغنزيد عليه كاس ديال السكر سنيده، قبيصه الملحه، وكذلك منسوش شاسي ديال الفاني. غادي ناخذ خلاط يدوي وغادي نضرب المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيتضاعف ليا الحجم ديال البيض وسنيده. كيف كتشوفوا معايا بعد ما تضاعف ليا الحجم ديالهم غنضيف عليهم كاس ديال الزيت، دائما العبار بكاس العنبه، وغادي نضرب المكونات مزيان مع بعضياتهم. كيف كتشوفوا معايا ضروري في هذا الاثناء تضربوا المكونات ديالكم، وكذلك غنزيد عليهم واحد الكاس ديال الحليب. غادي نضيف كاس ديال الحليب وغادي نطرب مزيان. غادي نضيف لهم كذلك كيس ديال الخميره لوزن 8 غرام كيف كتشوفوا معايا، وضروري غنزيد عليهم واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو اللي غادي نغربلهم مزيان، وغنضيف الدقيق تدريجيا وانا كنطرب. بالنسبه للجينواز ضروري انه يكون خفيف بزاف، ما يكونش ثقيل باش كيجيكم الجينواز ناجح ومضمون. صافي كيف كتشوفوا معايا غنزيد الدقيق ونبقى نطرب، وانني كنزيد في الدقيق حتى كنحصل على الخليط ديالي. صافي كيف كتشوفوا معايا غادي نزيد الدقيق، مازال الخليط خفيف بزاف. صافي غادي نطرب مزيان المكونات. هذا هو الخليط ديالي. بالنسبه للدقيق كاس ونصف اللي ضفت في هذا الجينواز هذه. هنايا البنات خديت واحد اللاطه اللي مربعه، فرشت ليها بابي كويسه وضفت ليها الخليط ديالي وشعلت الفران كيسخن. غادي نطيب الكيك ديالي اولا الجينواز ديالي غير من التحت، ما غنطيبوش من الفوق. هنايا واجد ليا بعد ما خرجته من الفرن غنخليه على جنب. هنا خديت واحد العلبه ديال الكريم شونتي اللي غنضيف معاها واحد الكاس ديال الماء بارد، وكذلك شاصيه ديال الكريم شونتي انا ضفتها في المجمد حتى بردات مزيان. وغادي ناخذ الباطور وغادي نطري مزيان هاد الكريم شونتي مع الحليب حتى كتنجح معايا الكريمه وطلع ليا مزيان، تقريبا واحد 7 دقائق على الاقل وانني كنطرب والكريمه كطلع. صافي الكريمه ديالي واجده. وبالنسبه للجينواز ديالي كيف كتشوفوا معايا غناخذ هذا الاطار هذا اللي كيكون مربع اللي كيتزاد وكيتنقص. تقدروا تاخذوا اي اطار عندكم في الدار اولا اي مول توجدوا فيه الحليوه ديالكم. هنا غادي ناخذ تقدروا ديروا القياس ديال الحليوه على حسب افراد العائله ديالكم. صافي هنا غادي نحاول انني نقطع الجينواز ديالي على الدائره ديال المول ديالي كيف كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. قطعوا مزيان بالمول. صافي من بعد غادي نحيد المول ديالي كيف كتشوفوا معايا. هنا غنحيد دوك الزوائد ديال الجناب ديال الجينواز. كيف قلت لكم انني الجينواز ديالي البنات انني كنطيبو غير من التحت، ما كنشعلش ليه الفوق نهائيا، كيطيب بسرعه وبسهوله. شوفوا معايا القوام ديالو كيجي خفيف بزاف، كيجي رطب. شوفوا معايا كيجي زوين بزاف، تقدروا بلا ما تسقوه كافي انه هكا يكون رطب بزاف. صافي هنا غنحيد هذاك الزوائد ديال الجوانب ديال العجين ديالي ديال عفوا ديال الكيك ديالي كيف كتشوفوا معايا. شوفوا معايا القوام ديالو كيجي غزال بزاف وكيجي رطب. صافي هنا بعد ما حيدت كيف كتشوفوا معايا الجينواز ديالي عفوا درتو هنايا في هاد
بلاطو اللي غادي نقدم فيه الحليوه الكلاصي ديالي، وغادي ناخذ المول وغادي كيف كتشوفوا معايا غادي نزير مزيان ونديرو على الحجم ديال الكيك ديالي. صافي بعد ما قديت المول مزيان غادي ناخذ واحد الكأس ديال الحليب اللي يكون بارد تماما كيف كتشوفوا معايا في الصوره، وغادي نسقي به الكيك ديالي. تقدروا هنا تستغنوا على الجينواز ديالكم بلا ما تسقيه، ولكن انا غادي نسقيه حيت ديجا غادي يبات ليا في الثلاجه، انني موجده هاد الحليوه ليله من قبل. صافي كيف كتشوفوا غنسقي الجينواز ديالي تماما بواحد الكاس ديال الحليب اللي بارد، وغادي نخليها تشرب. هنايا بعد ما شربت ليا داك الجينواز غناخذ الكريمه اللي طلعتها معكم كيف كتشوفوا معايا. ضروري ان الكريمه ديالكم تكون ماسكه وتطلع معكم بسهوله تنجح معكم. كيف كتشوفوا معايا هنا غادي نوزع الكريمه ديالي فوق الكيك ديالي كيف كتشوفوا. صافي وغادي نقاد من الجوانب مزيان ونقاد الكيكه ديالي باش كتجيني طبقه متماسكه وتجيني متساويه. غادي نوزع الكريمه ديالي على الجوانب ديال المول ديالي. صافي غادي نقادها مزيان. غادي ناخذ واحد الساتيل كيف كتشوفوا معايا ونقاد ليها الوجه ديالها مزيان، حيت مازال غادي نضيف الطبقه الاخيره ديال الكلاصاج، خاصها تكون الطبقه مقاده. غادي نقادها مزيان، وهنايا البنات غنديرها في المجمد ليله كامله حتى الغد ليه، وغندير ليها الطبقه ديال الكلاصاج. هنا بعد ما ضفتها في المجمد ليله كامله نخليها في المجمد، وغندوز معكم الكلاصاج اللي غنحتاج فيه واحد الورقه ديال الجيلاتين، 2 ياغورت ديال الكراميل، وكذلك عندي واحد 10 القطع ديال الشوكولات ابيض. غناخذ واحد شويه الماء غنقد فيه مزيان داك الجيلاتين ونخليها على جنب، وكذلك ناخذ واحد الكسرونه اللي غنضيف فيها 2 ياغورت ديال الكراميل، وغادي نزيد عليهم الشوكولاط ابيض وغنديرهم فوق البوطه على نار مهيله، وانا كنستمر في التحريك حتى كيذوبوا ليا. هنا بعد ما داب ليا الشوكولاط مع الياغورت ديالي ديال الكراميل غنضيف ليهم داك الجيلاتين اللي رقدته في الماء، وغادي نحرك مزيان حتى كنحس بالجيلاتين ديالي تماما انه دار ليا يعني طلق ليا مزيان. صافي هنا بعد ما صفيته في الصفاي هذا هو الكلاصاج ديالي كيف كتشوفوا معايا. وهنا الحليوه ديالي بعد ما خرجتها من المجمد يعني جامده مزيانه البنات وشاده في راسها، غنخوي فوقها داك الجيلاتين. غنستعمل هاد السطاتيل هادي، وغادي ضروري انكم ديروا معلقه اولا هاد السطاتيل هادي عاد تدخلوا الكلاصاج ديالكم. ودغيا البنات انكم توزعوه بسرعه انه كيجمد بسهوله، يعني كيجمد دغيا انكم توزعوه. صافي هذا هو الكلاصاج ديالي كيف كتشوفوا معايا كيجي لامع. غادي نقادو مزيان ونضيفوه في الثلاجه واحد الساعه حتى كيتمسك ليا مزيان ويشد راسو، ومن بعد غادي نخرجو معكم ونقدم معكم الحليوه ديالي. هنا الغزالات ديالي بعد ما خرجت الحليوه ديالي غناخذ واحد الشيفونه كيف كتشوفوا معايا كتكون فازقه ونعصرها مزيان، وغادي نديمولي منها مزيان الجوانب ديال المول ديالي باش كيتحل ليا المول بسرعه وبسهوله. كيف كتشوفوا معايا في الصوره ما كنحتاج لا سكين لا حتى حاجه، كندير نديمولي المول ديالي بشويه وكنحيدو باش كتجيني الحليوه ديالي مقاده وما كتطاش ليا والو. صافي هذه الحليوه ديالي كيف كتشوفوا معايا بعد ما خرجتها من الثلاجه غادي نزينها ان شاء الله، وغادي نرجع معكم الطبق ديال التقديم. وهانتوما الغزالات ديالي كيف كتشوفوا معايا الحليوه ديالي بعد ما زينتها بحبيبات ديال الشوكولات بالنسبه للتزيين حسب الرغبه ديالكم. هذه هي الحليوه اللي قدمت معكم اليوم، حليوه كلاصي ديال لا كريم اللي كتجي زوينه بزاف. كوني اكيد تبهري بها الضيوف ديالك، شي حاجه اكثر من رائعه كتجي غزاله صدقوني. الا جربتوها ما غادي تستغنوا عليها، سهله في التحضير وكذلك المذاق ديالها كيجي ولا اروع. حليوه كلاصي اللي غادي تبهروا وليداتكم والعائله ديالكم. غادي نقطع معكم طريف وغادي تشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كتجي رائعه البنات، كتجي غزاله حليوه اللي غادي تكون عند حسن الظن ديالكم، شي حاجه غزاله بزاف. شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كتجي ولا اروع، وكذلك المذاق ديالها كيجي زوين بزاف. هذه هي الحليوه الغزالات ديالي قدمت معكم اليوم، كنتمنى تعجبكم وتعجب الضيوف ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده. دائما من شهوات خديجه الدكاليه، خليتكم على خير، السلام عليكم.